عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه بروف ايوب. نتمنى انكم تكونوا بالف خير. هذا الفيديو هذا جا خصيصا التلاميذ اللي مازال ضايخين في التوجيه، فانا جيت لكم عاوتاني بواحد المعهد اخر اللي هو المعهد العالي الدولي للسياحه بطنجه. هذا المعهد هذا اللي كيكون اطر في الميدان السياحي والميدان ديال التوريزم. هذا الميدان هذا غادي نهضروا عليه بزاف، غادي نشوفوا كاع المعلومات عليه. بقاو معنا باش نمشيو فيه. فراه بالنسبه للمعهد الدولي للسياحه بطنجه اللي زيت، فهو راه معهد تابع للدوله وتابع لوزاره السياحه المغربيه. فغادي نشوفوا الفيديو ان شاء الله. غادي نشوفوا اولا الشعب والتخصصات اللي كاينين الموجوده في هذا المعهد هذا، وغادي نشوفوا ايضا شروط الولوج باعتباره ذو استقطاب محدود، وغادي نشوفوا ايضا المباراه الطبيعه ديالها، وكذلك الافاق المهنيه وراء الحصول على شهاده الاجازه باذن الله تعالى. وبالنسبه للتخصصات اللي كاينين، فغادي نشوفوا ان كاين جوج تخصصات في هذا المعهد. اولا التسيير الاجرائي للفندقه والمطعمه، ثاني تخصص وهو التسيير السياحي. هاد التخصصات بجوج كيختلفوا في الشروط ديالهم، فيلا نشوفوا كل تخصص والشروط ديالو. وبالنسبه للتخصص الاول التسيير الاجرائي للفندقه والمطعمه، فكاينين جوج شروط. فاولا البكالوريا خصها تكون شعبه الاقتصاد، وان المعدل مخصوص ديال البكالوريا مخصوص يكون قل من 12. وبالنسبه للشعبه الثانيه اللي كاينه في المعهد، راه كاين التسيير السياحي، فهو كيطلبوا من الشروط ان بكالوريا جميع الشعب، ماشي بحال التخصص اللي فات. هذا التخصص كاع الشعب، سواء كانت عندك بكالوريا ادبيه، بكالوريا اس في تي، سيونس مات، سيونس فيزيك. وبالنسبه للمعدل مخصوص يكون قل من 14. وبالنسبه للمباراه، فهي كتضمن ثلاثه المستويات. اولا عندنا الانتقاء الاولي، كيعزلوا على حسب النقاط اللي باغيين اكسيتيرا، وكاين اختبار كتابي كدوز مجموعه من المراحل الكتابيه ومقابله شفهيه امام اللجنه. هادو هما الطبيعه ديال المباراه المعروفه في المعهد الدولي للسياحه. وبالنسبه للافاق، فاولا غادي نشوفوا لي زاجونس دو فواياج، الشركات الوكالات ديال الاسفار. فراه كيخدموا فيهم بزاف الناس اللي كيخرجوا من هذا المعهد هذا. وكاين ايضا عاوتاني واحد المهنه كيخدموا فيها اللي كيتخرجوا من هذا المعهد، وهي شاف دو ريسبسيون، مدير ديال الاستقبال. وبالنسبه للمهنه المواليه غادي نشوفوا دي ترونسبور توريستيك. فهادو هما التخصصات، كاينين بزاف صراحه، وانما انا شفت ثلاثه اللي مهمين واللي معروفين وشعبيين. فنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في مساركم، الله يسهل عليكم. فيديو قادم ان شاء الله نشوفوا معاهد اخرى ان شاء الله نبحثوا عليها ونعطيكم كاع اللي غادي يفيدكم باذن الله تعالى.